السلام عليكم إخواني، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. قصتنا اليوم من إحدى المدن الأمريكية. تقول القصة في إحدى المدن الأمريكية كانت كتوقع عدة جرائم خوفت السكان بواحد الشكل رهيب. في تلك الفترة بدات واحد السلسلة من الجرائم الغريبة كتوقع وكتستهدف أشخاص عديدين ومحددين، كلهم من الطبقات الاجتماعية المختلفة. ومن بعد عدة شكايات وعدة جرائم عرفوا أنهم كيتعاملوا مع واحد القاتل متسلسل. أرعب السكان بالأفعال ديالو الغامضة والمتقنة في تلك المدينة اللي كانت كتعيش بسلام. تقول القصة كان هاد القاتل المتسلسل كيترك واحد الشيء مشترك على جميع الضحايا ديالو، وهو عبارة على واحد الوشم يشير إلى تاريخ ما. كان كيترك واحد البصمة أو واحد الوشم على داك الضحايا ديالو، فيهم واحد التاريخ كيشير لواحد الشيء مر في واحد الظرف زمني يعني قديم، وكأنهم اجتمعوا على واحد السر لا يعرفه أحد. في البداية كانت الشرطة كتظن أن الجرائم مجرد حالات عشوائية أو حالات منفردة، ولكن عندما لاحظوا الطريقة اللي ماتوا بها الضحايا والوشم اللي على جثثهم أدركوا أن القاتل واحد، لأن الطريقة باش ماتوا كانت نفس الطريقة للضحايا كاملين ونفس الوشم على الضحايا كاملين. وكان هذا القاتل عنده واحد الهدف معين، وكان كيترك واحد الرسائل صغيرة بجانب كل ضحية. هاد الرسائل اللي كيترك عبارة عن قصاصة ورقية كيكتب عليها واحد العبارة معينة. هذيك العبارة مبهمة وغير مفهومة، كتقول هذيك العبارة: العدالة تستدعي الحقيقة. كل ضحية كيكتب حداها في واحد الورقة صغيرة: العدالة تستدعي الحقيقة. هنا الشرطة استنتجوا عدة احتمالات وسيناريوهات من العبارة المكتوبة، وكان كيشرف على هذه القضية فريق من ضباط الشرطة، وكان من ضمنهم واحد الضابطة شرطية معروفة بذكائها الحاد. أخذت ملف القضية وبدات التحقيق فيها من بعد مشاورات مع رؤسائها في مخفر الشرطة والناس الضباط المحيطين بها. كانت هاد الشرطية كتدرك أن القاتل لا يختار ضحايا عشوائيا، وأنه كيترك هذيك الأدلة الصغيرة كأنه كيتحدى الشرطة وكيتحدى الجميع لمعرفة هذاك السر اللي هو يكتبه في ديك الورقة الصغيرة. بعد 3 سنوات وبعد بحث معمق واستدعاء عدة مشتبه فيهم اللي كانوا في تلك الفترة مجرمين معروفين على صعيد المدينة، توصلت إلى أن الوشم المشترك اللي بين اللي على الضحايا مرتبط بواحد الجمعية قديمة كانت غير أخلاقية وكانت كتحكم في تلك المدينة منذ عقود. تقول القصة من بعد هذا الاكتشاف تغير مجرى التحقيقات ومجرى القضية، تغير لواحد الوجهة ثانية، صار عندهم أهداف ثانية ومجرمين ثانيين يشكوا فيهم، وبدات قصة ثانية من البحث والتحري مع مشتبه فيهم ثانيين. بعد مرور الوقت ازدادت الجرائم وتعقدت الأمور، لكن الحقيقة بدأت تكتشف خيوطها من طرف تلك المحققة. اكتشفوا واحد الخيط ربما من بعد ما ازدادت الجرائم وتعقدت الأمور بداو كيكتشفوا أن خيط كيوصلهم لواحد القاتل، أنه ربما ذاك القاتل كان كيسعى للانتقام من أشخاص مرتبطين بتلك الجمعية. وهنا كان كيحط داك الدليل باش يبين ليهم. من بعد واحد التحري واحد الوقت طويل اكتشفوا أن القاتل أو هذاك المجرم القاتل المتسلسل كان أحد ضحايا تلك الجمعية في واحد الفترة من الزمن، وعاش حياته كلها كيسعى لتحقيق العدالة، ولكن هو ما تحققش ليه العدالة وبدا كيحققها بطريقة ديالو هو، وسلك طريق الإجرام لتحقيق العدالة التي لم تنصف، ما عطاتوش الحق ديالو في تلك الحقبة اللي ما تعرض له من ظلم.
وللأسف ما أكثرهم بحال هاد القضايا الموجودة على صعيد العالم. تقول القصة خلال المحاكمة وفي المواجهة الأخيرة بين المحققة والقاتل كشف لها أنه لم يكن يسعى إلى القتل، فقط كان يبحث عن الحقيقة أو العدالة التي حرم منها منذ زمن طويل. وبدا غير نادم داخل المحكمة، غير نادم بتاتا على جرائمه. وهنا تنشوف بعض الأحيان أن التحقيقات كتغير مجرى الأحداث، وأن بعض الأحيان القضاة أو المحاكم ما كينصفوش هذاك الشخص اللي كيكون ضحية. هذا القاتل المتسلسل كان هو ضحية في وقت من الأوقات من تلك الجمعية، وما تعطاش الحق ديالو، وهنا الضمير ديالو ما كانش هاني، وتحول لمجرم وقاتل متسلسل. وشكرا.